السلام خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم صفه اللي كتجي رائعه ديال الشعريه. كتجي زوينه غير ب4 الفورات. اللي ما كتصدقش ليها الصفه وكتخاف لا تعجن ليها، تبع هاد طريقه سهله وبسرعه كتوجد. وبقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو. اللي مشترك في قناتي مرحبا والف مرحبا، واللي ما مشتركش يشترك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالناس اللي انضموا لقناتي جداد، ومرحبا بالمتتبعين ديالي كاملين، واللي تفرج في الفيديو ديالي تفرج فيه حتى الاخر فضلا وليس امرا. الله يسهل عليكم والله ييسر اموركم. وهنا بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عندي كيلو ديال الصفه. عندي انا الاتقان، انا كندير الاتقان ولا كندير ديك الكرام، هي اللي كتعجبني انا، حتى هذه جات زوينه. هنا غادا ندهنها بالزيت. الفوره الاولى كندهنوها بالزيت مزيان وكنخليوها تفور بزاف، تفور مزيان باش ما تعجنش لينا. وهنا غادا ندخل فيها الزيت كامله. ضروري هاد الخطوه كنديروها في الاول، لاننا ما خلطناش بالزيت راها كتعجن. ما تقويوش الزيت بزاف غير باش تدهن لينا الصفه كامله. ولا طريقته في الطياب راه كلشي تبارك الله. المرأة المغربيه كاملين كيعرفوا يطيبوا، ولكن المبتدئات اللي كاين يلاه بداو كنبغيو حتى حنا الا ما عرفناش شي حاجه كندخلوا اليوتيوب وكنجبدوها. وهنا راني درتها في الكسكاس وخليتها تفور. هاد الفوره الاولى خاصنا نخليوها تفور مزيان. هنا عندي الزبيب او العنب الكارم، غسلته وغادا نديرو يطيب لان غنعسلو. وهنا غادا درت الماء، انا كندير الماء بارد في هذا الاناء اللي غنحط فيه الصفه. كندير الماء بارد، ما كنديرش الماء طايب حيت كل طريقته. انا بهذه الطريقه كتصدق ليا مزيانه، ما كتعجنش ليا. عمرها ما تعجنت ليا الصفه، دائما كنطيبها ما كتعجنش ليا. كندير لها الطريقه وكنحيدها في الكسكاس، كنديرها في هذا المول مزيان حتى تفزق مزيان. عاد كنهزها في الكسكاس وكنرجعها تفور. وهنا الفوره الثانيه ثاني كندير لها نفس الطريقه. هانتوما كنخليها في الماء، ما تخليوهاش بزاف، غير كتبسبسوها في الماء مزيان وكتحيدوها. هنا هانتوما انا كنحيدها. هذه الفوره الثانيه لان غندير لها جوج بالماء وجوج عاديين. صافي كندير لها انا غير 4 الفورات صافي وكتكون واجده. هنا هذه الفوره الثالثه، هنا كنرشها غير بالماء صافي. كندير جوج فورات في الماء كنفزقها بالماء مزيان. ودابا غير كنرشها بشويه الماء، ما كنقويش الماء باش ما تخسرش ليا. راه تبارك الله كتجي زوينه. اللي بقى معايا حتى لهنا ما تنساش خاصكم من التعاليق ومن البارطاج مع الاصدقاء والعائله. الله يسهل عليكم، الله ييسر اموركم يا ربي. هانتوما راه كتجي محلوله ما تخافوش منها. هنا غنعسل هاد العنب. ملي تسلق مزيان درت ليه شويه السكر والقرفه. وهنا الفوره الاخرى غندير فيها شويه ديال السكر سنيده وغادا نفورها. وهنا راه فارت الفوره الاخرى راه كندير لها غير 4. وهنا راني زينتها بهذه الطريقه، راه جات زوينه البنات. كتجي خفيفه وما كتجيش ميدمه. انا الزبده كندير غير طريف، ما كاملاش معلقه اللي كندير فيها باش ما كتجيناش ميدمه بزاف. كتجي ناشفه وكتجي طايبه مزيان وكتجي لذيذه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا لكم على الدعم، وشكرا على التعاليق اللي كتخليو لي زوينه. والله يسهل عليكم والله ييسر اموركم والله ينجح وليداتكم ووليدات المسلمين يا ربي. وكنتمنوا الشفاء لجميع المرضى المسلمين. هنا كنقدموها بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد
وصفة جديدة، وبسلامة عليكم وتبقوا على خير، وشكرا لكم بزاف.